مين فينا ما يعرفش قلعة صلاح الدين بالقاهرة؟ أعتقد إن مفيش حد بيشوف الفيديو دلوقتي ما سمعش على الأقل عنها، وأغلب سكان القاهرة لو ما كانوش دخلوها على الأقل عدوا قدامها. ولو سألت أي حد عن إيه أشهر حاجة في القلعة هيقولك أكيد جامع محمد علي، والشاطر شوية هيقولك جامع محمد بن قلاوون أو المتحف الحربي. النهاردة بقى هعرفكم على مكان سحري جوه القلعة، تحفة فنية على أرض مصرية، واحد من أجمل المساجد اللي ممكن تشوفها في حياتك، وهو جامع سليمان باشا الخادم أو سارية الجبل. أنا محمد سعيد من قناة تاريختولوجي، ويلا بينا نحكي لكم حكاية المكان الجميل دوت. مسجد سليمان باشا الخادم والموجود داخل قلعة صلاح الدين، وبالتحديد خلف المتحف الحربي، بناه سليمان باشا الخادم أحد الولاة العثمانيين على مصر سنة 1529 ميلاديا. وأهمية الجامع هنا إنه أول جامع بيتبني في مصر على الطراز العثماني، والمسجد اتبنى هنا على أنقاض مسجد من أيام الفاطميين. والمسجد القديم ده كان أصلا موجود قبل بناء القلعة، وكان اسمه مسجد أبو منصور قسطة، أحد ولاة اسكندرية في عهد الدولة الفاطمية أيام الخليفة الآمر، واللي ضرايحه موجود لحد النهاردة جوه الجامع. لكن إيه سبب تسمية الجامع بسارية الجبل؟ ويعني إيه أصلا سارية الجبل؟ سارية ده كان اسم أحد قادة المسلمين أيام خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، واسمه الكامل سارية ابن زنيم الدؤلي. وكان في مرة في أحد الفتوحات الإسلامية في بلاد فارس التابعة للحكم البيزنطي، وكان سيدنا عمر بن الخطاب في يوم الجمعة بيخطب في المسلمين خطبة الجمعة، وفجأة قطع الخطبة وقال: يا سارية الجبل الجبل. ومحدش من الصحابة ولا الناس فاهم هو قال كده ليه. وبعد انتهاء صلاة الجمعة سأل الصحابة سيدنا عمر عن سبب قطع الخطبة ومقولة يا سارية الجبل الجبل اللي قالها. فقال سيدنا عمر إن جاله هاتف وقال له إن هو يقول كده لتنبيه سارية في الحرب. وبعد فترة بيرجع قائد سارية إلى المدينة، فالصحابة بيقولوا له على اللي قاله سيدنا عمر، فرد عليهم إن هو كان محاصر فعلا من قبل جيش البيزنطيين وكاد أن يهزم، ولكنه سمع نداء سيدنا عمر وفعلا احتمى بالجبل واتكتب النصر للمسلمين في المعركة دي. ولكن مفيش أي سبب معلوم لربط اسم المسجد هنا باسم سيدنا سارية، فهو كان أيام سيدنا عمر، والمسجد اتبنى في العهد العثماني، يعني بينهم مئات السنين. والمسجد هنا كان مغلق للصيانة والترميم لمدة 5 سنين، وتم إعادة افتتاحه من كام شهر بس. وبس كده، كان معاكم محمد سعيد من قناة تاريختولوجي، ولو كنت وصلت معايا لحد هنا فده معناه إن الفيديو عجبك، فما تنساش اللايك والشير، ولو أول مرة تشرفنا على القناة الاشتراك وتفعيل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا أول بأول. وسلام.